ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شيماء. لو لسه اول مره بتشوفوني انزلوا اعملوا سبسكرايب للقناه، اشتراك، وكمان فعلوا الجرس على علامه الكل عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو بينزل في القناه. واوعوا تنسوا تعملوا لايك للفيديو ده. انا طبعا اول مره اطلب اوردر من ايفا. طلبت من عندهم اوردر من الويب سايت بتاعهم. دخلت على جوجل وكتبت www.evacosmetics.com. انتوا اكتبوا ايفا هيطلع لكم الويب سايت على جوجل. فدخلت عليه شفت المنتجات اللي عليه، بس انا كنت داخله او طلبت الاوردر ده مخصوص عشان خاطر الشامبو اللي انا بقالي فتره طويله بدور عليه، لان طبعا كنت بجرب منتجات اللي فاتت او الشامبوهات اللي فاتت كانت بتاعه الفيف اللي هي لوريال بتاعه المقاطعه طبعا. فكنت عايزه منتج مصري وكله كان بيشكر في الشامبو بتاع الو ايفا ده. انا طلبت الاوردر عشان لقيت فيه الشامبو ده مش لاقيه في اي صيدليه. دورت عليه في صيدليات كتير، لقيت عنه ريفيو حلو قوي هو والبلسم بتاعه، بس انا عندي بلسم تاني بستخدمه، فقلت هستخدم الشامبو الاول عشان كل الشامبوهات اللي انا كنت بستخدمها الفتره اللي فاتت بتاعه لوريال اللي هي الفيف جربت منها كذا حاجه، فكل الشامبوهات كانت مقاطعه وطبعا خلصت، فقلت لازم ادور على منتج مصري. ما لقيتش طبعا احسن من ايفا عاملين كذا شامبو، بس الصراحه الشامبوهات في الصيدليه ب 100 جنيه ومعديه ال 100 جنيه. فانا طلبته من على الويب سايت، اخدته ب 45 جنيه، كان عليه خصم، كان 45 بدل 55. فاي حاجه عايزين تطلبوها من ايفا ادخلوا اطلبوا من على الويب سايت بتاعهم. بتعملوا في السيرش على جوجل، تكتبوا ايفا هيطلع لكم الويب سايت بتاعهم اللي هو ايفا كوزماتكس او ايفا بس ده كان ايفا كوزماتكس. بيبقى فيه بقى منتجات للاطفال والعنايه بالاسنان والعنايه بالشعر وكل ده. فانا طلبت الشامبو ده. بصوا هو حجمه 230 ملي، وكمان بالصبار وزيت الارجان المغربي، وشفت بنات كتير بتسأل عنه ومش لاقيينه، فهو حرفيا تحفه. فاطلبوه هتلاقوه على الويب سايت بتاع ايفا. هو لترطيب عميق وشعر انعم بدون هيشان للشعر المقصف الهايش. انا شعري الفتره دي مش متظبط قوي، فانا قلت هجرب الشامبو ده، وطبعا استخدمته وهو حلو قوي للشعر. استخدمته تقريبا مرتين، فهو لطيف كده على الشعر ومش بينشف الشعر. وطبعا استخدموه برضو مع البلسم، ضروري طبعا نستخدم بلسم عشان نطري شعرنا اكتر. طبعا طلبت منهم حاجه كمان، قلت مش معقول يعني هجيب شامبو ب 45 جنيه وهدفع شحن 30 جنيه عشان قطعه واحده، فقلت اجيب كام حاجه كده. فجبت معجون الاسنان ده من ايفا. طبعا بقالنا برضو فتره مش لاقيين معجون اسنان حلو وكلهم مستوردين ومقاطعه، فانا كنت بستخدم كلوس اب وسيجنال وكده، فطبعا مقاطعه مش معانا. فلقيت ايفا عامله معجون اسنان، فقلت اخيرا لا انا لازم اجرب معجون اسنان ايفا. هو مكتوب عليه ايفا سموكرز اي لاين، هو بقى طلع للمدخنين طبعا. ما علينا، انا ما كنتش واخده بالي خالص. هو لما وصلني لقيته مكتوب عليه معجون اسنان لمستخدمي السجائر الالكترونيه. طبعا انتوا عارفين المدخنين مش بيستخدموا معجون اسنان اصلا، فهم لو عايزين يحافظوا على اسنانهم اكيد مش هيشربوا سجاير. بس انا برضو بشرب قهوه فبتعمل شويه تصبغات كده في الاسنان، فانا جربته بجد تحفه، بيدي انتعاش كده فوري وبيقوي الاسنان وبيزيل كمان من عليها التصبغات السطحيه. هو ده ماشي وطعمه حلو على فكره. طبعا احنا بنحس بطعم المعجون، هو مكتوب طبعا هو بيستخدم للكبار فقط مش للاطفال خالص، عشان تاخدوا بالكم كويس جدا. فلو انتوا لقيتوا معجون اسنان ايفا جربوه، احسن طبعا من معجين الاسنان اللي ملهاش اي لازمه دي بصراحه، المسواك والحاجات ديت لا ما حبيتهاش بجد. وطبعا طلبت ده، انا ما كنتش عارفه ان معجون الاسنان بتاع فلورو ده بتاع الاطفال من ايفا. كنت بجيبه لابني على طول من اول ما بدأ يغسل اسنانه. ده اول مره اجيب الطعم ده اللي بالشوكولاته، لان انا خيرته، كنت جايبه له قبل كده بالكولا وباللبان وكان فيه وبالفواكه، فهو قال لي انا عايز اللي هو بالشوكولاته. ما كناش نعرف بصراحه ان طعمه مش هيبقى حلو. هو لما جربه قال لي ان طعمه مش حلو، الحاجات التانية اللي جربها احلى منه. بس طبعا هو حلو للاطفال، بيعملوه بطعم عشان خاطر الاطفال يحبوه. وطبعا بيستخدموا في غسيل الاسنان وحلو قوي في غسيل الاسنان. هو فيه كالسيوم فيتامين هي اللي هو فيتامين ايه. كان عليه 20% خصم.
كان ب16 جنيه من على الموقع بدل تقريبا 27 او 28 جنيه. المعجون الاسنان اللي هو سموكرز لاين ده اللي انا جبته كان برضو كان سعره 26 جنيه بدل من حاجه و30 جنيه يعني. وزي ما قلت لكم الويب سايت اسعاره ارخص وبيبقى تقريبا في عروض كده كل فتره. وبس هي دي المنتجات اللي انا طلبتها من الويب سايت، طلبتها من ايفا ووصلتني وحلوه قوي بجد، بكلمكم عنها كمان بعد ما جربتها. اوعوا تنسوا تعملوا لايك واشتراك، واستنوني في فيديوهات جايه هتعجبكم ان شاء الله، وهشارك معاكم بقى الفيديوهات بتاعه مفضلاتي لسنه 2023. استنوا الفيديوهات ديت. اوعوا تنسوا اللايك عشان اللايك بيرفع معايا الفيديو. اشوفكم على خير، باي باي.